ده رياكشن اي اب لما الام تيجي تجيب له فاتوره سبلايز المدارس بتاعه العيال. فيلم جري الوحوش المؤلف كتبه لما قرأ ايتين وحديث قدسي، آية ان ربنا سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض برزق معين، وآية ان لو ربنا بسط الرزق على العباد هيبغوا في الارض، وحديث قدسي ان ربنا بيخلق حد فقير لانه لو خلقه غني هيكفر، وبيخلق حد غني لان لو خلقه فقير هيكفر. عشان الفيلم يطرح سؤال عبقري، ليه ال 24 قيراط اللي احنا بناخدهم مختلفين عن بعضهم، وهل ينفع نبدلهم ولا كل واحد يرضى باللي ربنا قسمه له؟ الفيلم بيجاوب في النهاية بآية قرآنية برضه: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فيلم جري الوحوش بيحكي عن سعيد ابو الدهب، الراجل الغني جدا متجوز مراته وفاء بقالهم 20 سنه بس ما خلفوش لان هو عنده مشكله وده مضايقه. بيرجع صاحبه الدكتور نبيل العالم من لندن بعد ما عمل تجربه على النسانيس اللي ما بتخلفش خلاها تقدر تخلف، بانه بياخد حته قد العدسايه من دماغ النسناس اللي بيخلف يزرعها في دماغ النسناس اللي ما بيخلفش. فسعيد ابو الدهب بيقول له طب ما تعمل التجربه دي على انسان اللي هو انا. بيوافق دكتور نبيه بس بيقول له بشرط هات لي بقى متبرع. بيدور لحد ما بيلاقي عبد القوي جديد منجد وفقير ومشكلته في الحياه ان كل ما بيلمس مراته نواشي بتخلف. بيتفقوا مع بعض انهم يعملوا العمليه مقابل ان سعيد ابو الدهب يدي عبد القوي جديد 2 مليون جنيه اللي هي نص ثروته. هنا بيظهر صاحبهم الثالث المحامي عبد الحكيم المتدين، بيقول لهم ان دي تعتبر تجاره اعضاء وقانونا مش مسموح بيها في مصر، ده غير كمان انها دينيا حرام لانها بتغير في خلق ربنا وبتستغل حاجة بني ادم. فالدكتور نبيه بياخدهم وبيسافر على لندن يعملوا العملية، يرجعوا بعد 3 شهور سعيد ابو الدهب بيخلف، بس المشكلة ان مراته قطعت الخلف، فبيقرر يتجوز عيلة صغيرة يديها 100,000 جنيه لما تخلف ياخد منها العيل وتتنازل عنه، بس مضاعفات العملية بتبان فبيتشل قبل ما يخلف. اما عبد القوي جديد بقى غني وساكن في فيلا بس فقد قدرته على الخلف، ومراته بتعايره وحياته تهدد. بيدور على اي متبرع يعمل له عملية ياخد حته من دماغه ويديله كل فلوسه، بس ما بيلاقيش حد عبيط يوافق على العمليه دي فدماغه بتلسع. فيلم جري الوحوش بطوله نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، نوره، اخراج علي عبد الخالق، تاليف محمود ابو زيد، ودول نفس الكرو اللي عملوا قبلها بكام سنه فيلم العار اللي هو برده كان فيلم عبقري. يمكن هنا اللي زاد عليهم حسين الشربيني وهدى رمزي. عبقريه فيلم جري الوحوش ان هو بيناقش قصه واقعيه جدا وفلسفيه جدا في نفس الوقت. ليه يا رب ما ادتنيش فلوس مع انك اديت فلان فلوس؟ ليه يا رب انا ما بخلفش مع ان كل الناس بتخلف؟ ليه يا رب انا ما عنديش اهل مع ان كل الناس عندهم اهل؟ ده سؤال بيتسأل من ايام الثمانينات لحد دلوقتي واحنا في 2025. وده فيه فكره فلسفيه ان هو الرزق بيجي منين اصلا؟ اتولدت بخلف وفلان اتولد ما بيخلف، انا ايه الجهد اللي عملته يخليني اخلف وهو عمل ايه؟ وده يودينا لفكره فلسفيه تانية، ترى ارضى باللي ربنا قسمهولي ولا لا لازم اعافر عشان اوصل للحاجه اللي مش عندي؟ دينيا ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون بحساب السماء ليها شكل والارض ليها مواصفات والحيوانات ليها مواصفات، فاكيد هو خالق كل انسان بمواصفات معينه ليها حكمه. انت بتخلف لسبب، انت فلوس لسبب، وربنا سبحانه وتعالى بيقول انه مفيش حد هيقدر يغير ده. يعني لا رزقك اللي هيجي لك تقدر تمنعه ولا رزقك اللي مش ليك هتقدر تاخده. فيلم جري الوحوش بيقدم فرضيه انه ماذا لو نقدر نبدل النعم اللي عندنا مع بعض. نور الشريف هيتنازل عن جزء من فلوسه ومحمود عبد العزيز هياخد الفلوس دي وهيتنازل عن الخلفه. في الاخر ان الاثنين لا طالوا سما ولا طالوا ارض. نور الشريف اتشل وما خلفش وكمان فقد نص فلوس وحياته الزوجيه اتدمرت. محمود عبد العزيز ما بقاش يخلف ومش عارف يستمتع بالفلوس اللي خدها، عايز يتنازل عن الفلوس دي عشان يرجع يخلف وحياته الزوجيه برضه باظت. انت متخيل بقى ان الفيلم ده في الثمانينات كانوا بيناقشوا فكره عظيمه زي دي؟ يعني انا ما شفتش الافكار الفلسفيه دي غير في الافلام الاجنبي، زي مثلا فيلم فرانكشتاين، ماذا لو الانسان يقدر يخلق، فيوريك في الاخر انه لو الانسان خلق هيخلق مخلوقات تدمر له حياته، فدي حكمه ربنا ان الانسان ما بيخلقش. من الحاجات العبقريه في فيلم جري الوحوش انه اختار البطلين النعم اللي عندهم الفلوس والخلفه. ربنا سبحانه وتعالى اختص دونا عن كل النعم اللي في الارض نعمه المال والبنون، قال ان دول زينه الحياه الدنيا. وكان ممكن مثلا يطلع البطلين النعم اللي عايزين يبدلوها، مثلا واحد معاه سلطه وواحد معاه ذكاء، لكن هو اختار الفلوس والخلفه اللي هتلاقي على مر الازمنه كلها احنا دايما بنجري ورا دول. ده خلى موضوع الفيلم قريب اكتر من الناس في اي زمن هتتفرج فيه. واهم حاجه عبقريه في فيلم جري الوحوش ان
انه تنبأ بقضية تجارة الاعضاء اللي احنا مغروزين فيها اليومين دول. الثمانينات موضوع تجارة الاعضاء ده ما كانش منتشر زي دلوقتي في قصة مثلا بوجي، وكان بيناقش الموضوع من جانب ديني واخلاقي. حسين فهمي طول الفيلم عنده مشكلة مع حسين الشربيني، ده بيمثل العلم، بيقول له انا عايز اعمل العملية وانا هخدم نور الشريف وهخليه يرجع يخلف. حسين الشربيني كان دايما بيرد عليه طب هل ده شيء انساني؟ هو علميا ينفع، بس لما هنرجع للدين ده حرام، لان انت بتستغل انسان غلبان، انت عارف ان هو محتاج الفلوس، وانت عارف ان الحاجة اللي هتاخدها منه ما تساويش ابدا قيمة الفلوس دي، بدليل ان انت هتدفع كل فلوسك عشان ترجع الحاجة دي. غير انه كمان انت ما تعرفش ايه الاضرار اللي هتحصل سواء للشخص اللي بيتبرع او للشخص اللي بيتم التبرع ليه. نور الشريف ومحمود عبد العزيز الاثنين صحتهم اتدهولت، فالفيلم بيجاوب على السؤال اللي فيه دلوقتي ناس بتقوله، واحد معاه فلوس واحد موافق انه يتبرع بكليه، انتوا مالكوا؟ هل بقى ده دينيا حلال ولا حرام؟ هل ده انسانيا مع حقوق الانسان؟ طبعا سؤال زي ده واحد تافه زي مش هينفع يجاوب عليه، ده احنا محتاجين واحد مهم في مصر، حاجه كده يعني في قيمه الفنانه وفاء عابر. من عبقريات فيلم جري الوحوش انه مليان رمزيه، لا مش خالتك رمزيه اللي بتبيع عسليه. نور الشريف سعيد ابو الدهب، دليل على انه راجل غني. محمود عبد العزيز اسمه عبد القوي شديد، راجل شديد وبيخلف. حسين فهمي اسمه الدكتور نبيه، ونبيه دي ليها معنيين، يعني ليها معنى انه شخص نبيه وعالم ومتعلم، وتمشي برضه تريقه يقول لك لا نبيه ياض انت عامل نفسك فاهم. حسين الشربيني اللي هو كان بيمثل الدين والاخلاق اسمه عبد الحكيم. مرات نور الشريف اسمها وفاء، انها رضيت تعيش معاه 20 سنه وهو ما بيخلفش وهي مضحيه بالامومه عشان بتحبه. واللطيف في الاسماء الرمزيه دي انك مش هتلقطها من اول مره، انت ممكن تتفرج مره واثنين وثلاثه وعشرة وفي الاخر تكتشف يا ده الاسماء دي ليها معنى. لانه مثلا محمد صبحي وتحديدا في يوميات ونين مثلا يطلع حريصه واحده بخيله اسمها حريصه، بس يقعد يسترس على كلمه حريصه فانت تزهق. طبعا احنا دلوقتي في الافلام وفي المسلسلات برضو عندنا رمزيه بس بشكل مختلف. ايش ده رمزيه ان انت داخل على عمل كله. نخش بقى في الاداء التمثيل عشان تعرف عبقريه كل واحد منهم في التمثيل. انت ارجع قارن دوره في الفيلم ده بدوره في فيلم العار. نور الشريف هنا عامل دور الراجل الغني، العار عامل دور كمان متعلم وشغال في العطاره وبيبيع مخدرات. محمود عبد العزيز عامل هنا دور الراجل الشعبي الفقير، في العار عامل دور الدكتور اللي شخصيته مهزوزه. حسين فهمي هنا عامل دكتور عالم جاي من بره اناني ما بيفكرش غير عشان التجربه العلميه بتاعته تنجح. في فيلم العار عامل دور ضابط العصبي اللي بيسيطر على اخوه، ينتقم من اخوه التاني. نورة في فيلم العار كانت عامله شخصيه رؤى، حلم الزوجه المناسبه لاي شاب عربي. هنا هي برضو عامله دور زوجه شعبيه لكنها مختلفه، بنت لونة تعرف ازاي تجيب جوزها بانها تغريه عشان ما يبصش لحد تاني، ولما تلاقيه مقصر او تشك فيه تشرشح له. ما ينفعش برضو ما اتكلمش عن حسين الشربيني، هو كان بيمثل العقل والدين والاخلاق. هو تحسه هو بيمثل مش مجرد بيرص كلمتين او ايتين او حديثين، لا هو كانه فعلا مؤمن بالكلام ده. برضو هدى رامي الست الوفيه جدا لجوزها الراقيه، ما تحسسوش ان هو ما بيخلفش، وحتى لما في الاخر قرر انه يروح يتجوز واحده صغيره تنهي الموضوع بشياكه، تقول له انا اخترت ان انا اضحي وانت النهارده مش عايز تختار ده، فانا مش هجبرك لانه التضحيه اختيار، ولما تسيبه ويرجع يخش المستشفى تروح تقعد معاه. طبعا فيلم جري الوحوش هو اتعمل بناء على ايتين وحديث قدسي، ونهايه الفيلم ايه قرانيه، فاكيد الفيلم ما فيهوش اي مشهد خارج، رغم بقى القصه بتاعت محمود عبد العزيز ونوره المفروض ان كلها مليطه، لا شفنا بوكسر ولا شفت واحده لابسه كومبين ولا شفت حتى مشهد في اوضه النوم، مجرد ايحاءات ان هي ازاي بتغريه وازاي هو ما بيقدرش يمسك نفسه. الفيلم ده لو اتعمل اليومين دول مع المخرجين اللي بيقول لك لا احنا لازم نعكس الواقع ونصوره زي ما هو ويبقى بطوله مدام ران، كان زمان الفيلم ما اسموش جري الوحوش، كان اسمه حد بينا يحوش، لاننا مش قادرين نمسك روحنا. وعلى الرغم ان القصه بتاعت الفيلم عبقريه وتقيله الا انه برضو كان في بعض الحاجات الكوميديه، يعني مثلا محمود عبد العزيز لما نور الشريف جابه في الفيلا عنده عشان يقنعه بالموضوع وقال له انت بتخلف انت صحتك كويسه، محمود عبد العزيز افتكره لا مؤاخذه. وبرضو نوره بعد ما اختنت ورجعت للسطح اللي كانت عايشه فيه بتقابل نعيمه الصغير جارتها، بتقول لها يا اختي اسكتي ده انا جوزي اتغير ده ما بقاش يبوس، بتقول لها يا لهوي، تقول لها العيال يعني. طبعا فيلم عبقري زي ده بالتمثيل اللي فيه بالكرو اللي فيه اكيد انا اهيف من ان انا اقيمه لان تقييمه فوق ال10 من 10، بس انا لما شفت فيلم جري الوحوش انا مش هقيم الفيلم، انا هقيم الافلام مع الاعتذار على كلمه افلام اللي بنشوفها اليومين دول، مش هديهم صفر، هديهم درجات حراره اوروبا في الشتاء بالماينس.
فيلم جري الوحوش وفيلم العار وفيلم صراع الاحفاد وفيلم الكيف وافلام كتيره جدا في الثمانينات هي بتاكد كذب صناع الافلام اللي موجودين اليومين دول، اللي بيقول لك اصل انت حاجه من الاثنين، يا تعمل فيلم جماهيري يا تعمل فيلم بيناقش قضيه. طب ما هو الافلام اللي كانت في الثمانينات وفي اوائل التسعينات كانت افلام جماهيريه وناجحه ولنجوم شباك، في نفس الوقت كانوا بيناقشوا قضايا وافلام تقيله فيها تمثيل تقيل وفيها مشاهد دراميه تقيله وفيها كوميديا، وفي افلام زي مثلا افلام عادل امام لحد النهارده عايشه وبنتفرج عليها وفي ميمز بتطلع منها. فقدامكم بقى حل من الاثنين، يا اما تتفرجوا على الافلام دي وتتعلموا منها وترجعوا تعملوا حاجه نظيفه، يا اما بقى تقعدوا في بيوتكم. خلاص نقفل تاريخ السينما عند الفتره النظيفه دي بدل ما انتوا عمالين تعكوا وتشوهوا. سؤال الحلقه: ايه اكتر فيلم في الثمانينات او في التسعينات حاسس ان هو كان بيناقش قضيه مهمه وانت فاكره لحد النهارده؟ اكتبوا لنا بقى في الكومنتات. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين: سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هلسيه اسمها في حب الفنانه كذا، هسيب لكم لينك بتاعها. لو معاك وقت وجهد وبقى ابقى خش خد لك لف. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك، عندك اقتراح ابعته. ونختم بالكلمه اللطيفه اللي مش محترمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غيره.